من هو الرجل؟ إيهاب معوض في كتاب كتالوجس السيد قال لنا شوية كده صفات بيكون موجودة في الراجل لازم نعرفها. واحد، الراجل ما بيفهمش في الستات، يعني ما بيفهمش لوحده ايه اللي مضايقك ولا ايه اللي بيبسطك، لازم تقوليله. ما عندوش هو الحاسة السادسة دي انه يفهم انت عايزة ايه. اتنين، بيعشق الغموض والتميز، يعني ما تكونيش كتاب مفتوح كده من اولها، لازم تبقي غامضة مش واضحة في كل حاجة عايز يعرفها، شوية بهارات كده. ولازم تكوني مميزة عن غيرك علشان يبقى مهتم بيكي كده ومبهور طول الوقت. تلاتة، الرجل ما بيحبش المفاجآت، يعني اي حاجة عايزاها تحصل يا ست الكل لازم تمهديها من قبلها. عندكم مناسبة، خروجه، معزومين في حتة معينة، قوليله. لازم يكون مظبط نفسه من قبلها علشان يكون مستعد ومظبط مواعيده، مش خبط لزق كده. أربعة، الرجل صياد بالفطرة، الراجل بطبيعته بيحب الصيد، يعني هو اللي يوقع الست مش العكس. ويا سلام لو الست صعبة وتعبته لحد ما يوصل لها ويتجوزها، يبقى وصوله ليها قمة في الانتصار ويمل من اللي بيوصل لها بسرعة. خمسة، بيعشق استرداد ممتلكاته، يعني الست اللي هو ضامن وجودها في حياته ممكن يزهق منها، انما الست اللي حاسس ان هي ممكن تبعد عادي او في حد تاني ابتدى يقرب لها يتجنن، يحاول يرجعها ليه بكل قوته، مش هيسيبها تروح لحد تاني، دي بتاعته. ستة، اهم حاجة الراجل يطفي الحريقة. لو دخلتي على جوزك وانتي ماسكة دماغك وبتقولي له الصداع هيموتني، هيقولك خدي دواء صداع، يا سلام جبت التايهة. ما تفتكريش انه هيقولك الف سلامة يا حبيبتي وان شاء الله انا وان شاء الله اللي يكرهوكي، مفيش الكلام ده. هو شايف مشكلة ولازم يحلها، عندك صداع لازم تاخدي دواء، الراجل حل، مش متخيل انك بتقولي كده عشان عايزة كلمتين حلوين. سبعة، بيحب الحرية وبيكره الحصار، انت فين دلوقتي ومع مين وهترجع امتى وشربت ايه وكلت ايه، بلاش الستايل ده. الراجل بيكره التصرفات دي، سيبيله مساحته، مش لازم تعرفي كل حاجة بيعملها طالما هي حاجات عادية يعني وتخصه لوحده، انت مالك انت. 8، الرجل كائن بصري جدا، بيحب الست المهتمة بنفسها وبشكلها، طبعا دي مش كل حاجة بس أول حاجة بتشده، لكن بقى لو لقاها تافهة ومغرورة ولا طبعها وحش، والله لو ملكة جمال هيسيبها ويمشي. 9، الرجل ملتزم جدا، الراجل ملتزم جدا في شغله عشان لو ما اشتغلش هيترفد، ملتزم جدا في دفع الإيجار عشان لو ما دفعش الراجل هيطرده بره، ملتزم طول ما هو حاسس إن في عقاب. الست بقى دايما بتشتكي ان هو بيقعد يوعدها بحاجات وما بيعملهاش او بيطلع روحها على ما يعملها، عارفين ليه؟ علشان ما فيش عقاب، انت بتطلبي هو بيطنش، انت بتسكتي، خلاص انت حرة بقى. رقم 11، الراجل ما بيدفعش فلوس في حاجة ممكن ياخدها ببلاش، خليكي غالية عليه زي الألماس كده، محدش يقدر يشتريه الا اللي يقدره. وفي صفات ومفاهيم كتير في الكتاب عن الرجال، لو حد قرا الكتاب يحب يشاركنا قولها لي في الكومنت. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.